اهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد في حلقه ما بعد التوقف ما تم اختراقنا من هاكر روسي. بس انا ليا كلام مع الحاج بوتين. المهم مش موضوعنا. الحدوته بتبدا من الحاج في عيد الميلاد او الكريسماس. بنشوف واحد لابس لبس سانتا كلوز وقاعد في البار وعمال يشرب، وبيكون شغله في الوقت ده عباره عن ان هو يبقى لابس اللبس ده وبيعمل نفسه كانه سانتا كلوز عشان العيال الصغيره فاهم ايه اللي هو ايه ده انكل سانتا اهو انكل سانتا اهو. المهم بيوزع برضه ايه شويه هذا الاطفال الايه الرضع والهبل ما لهمش اي لازمه في الحياه. هو اصلا بيكون شايفهم اساسا ان هم عيال جشعه عشان هم بيتمنوا هدايا ومش بيبقوا عايزين ان هم يعملوا حاجه في المقابل. يعني معلش انت تاخد الهديه كده ببلاش؟ لا يا باشا انت ممكن تيجي تراعي الصبح رجلها عشان تاخدها. المهم لما بيطلع بره بيكون هيمشي بنتفاجئ ان هو فعلا سانتا كلوز بعد لما ركب الغزلان اساسا بدا ان هو يطير ويتحرك بيهم. لا استنى صلي على النبي يا اسطى، هو انت سانتا كلوز بجد؟ ايه ده هو مش كان خيالي سانتا كلوز اصلا؟ المهم بيروح بقى على واحد اسمه جايسل لايتستون ومراته اسمها ليندا ومعها بنتهم ترودي. بيروحوا مع كاسه وهم الثلاثه المكان اللي هيقضوا فيه يوم الكريسماس. والمكان ده بالصحاب بيكون بيت كبير كده بتاع عيله جايسون. بيقابل بقى عمك جايسون جوه اخته اللي اسمها الفا، وبعد كده بنشوف برضه واد اسمه بيرت لوك وده ابن الفا، ومعاهم تراجيك مايك وده جوز الفا اساسا. بص خليك معايا ايه واحده واحده في الاسامي. بتكون بقى العيله ده جدع اصحاب شركه كبيره جدا وناس اغنياء فشخوله، يعني ربنا يكرمنا زيهم. بتيجي بعد كده عم الحاج الام جيرتد وهي دي مدوره الشركه كلها فاهم انت ايه، وبتكون مشغوله جدا معلش بقى عم تتكلم في التليفون المؤاخذه عشان الشركه والفلوس والاموال والحاجات دي كلها. بعد ما بتخلص كلام بنعرف انها تنكه قوي مع عيالها، يعني حتى الاغنيه باين على وش امها انها تنكه. المهم يعني زي ما انا قلت لك هي تنكه مع عيالها وافادها زي اي واحده غنيه عادي جدا يعني. المهم بعد ما بيخلصوا عم الحاج بيقعدوا ياكلوا، يا احنا بقى يلا بينا نطفح. بيفضل بقى عمك سان طول الليل يروح على البيوت فاهم انت وبيسيب الهدايا بتاعت الناس في البيوت، وبتكون ترودي زعلانه عشان ابوها وامها ما خدوهمش المكان اللي تتمنى فيه الامنيات من سانتا. معلش انا عايزه من سانتا يجيب لي بلاي ستيشن 5. والله لا ده انا عايز من سانتا يجيب لي بلاي ستيشن 5. المهم يعني بعد كده ابوهم بيقول لها يعني ان سانتا عمنا سانتا ده عارف كل واحد عايز ايه وبيتمنى ايه بالظبط. يا رب نتاشا. المهم بعد كده بياخدوا البت عشان تنام، وبيكون جايسون ليندا جايب لها هديه كده وهي جهاز لسلك لعبه، وبيقولوا لها انها ممكن من خلاله تتواصل مع سانتا وتقول له هي نفسها في ايه. ولما بيطلعوا وبيسيبوها بره بيقفوا يسمعوا كده هي بتقول لي لا بتطلب من سانتا ان ابوها وامها يتصالحوا. شفت بقى البت طلعت يعني عندها تراست ايشوز ودادي ايشوز ومامي ايشوز واي ايشوز ممكن تكون موجوده في الكون. طبعا لما انت بتسمع الكلام ده بتسيب ابوها بتمشي بسرعه. اتصالحي السلام عليكم انا بقى راجل. بعد كده بيجي عمك سانتا ويدخل الاوضه عشان يحط الهدايا، بس بيفضل ياكل ويشرب ويقعد على الكرسي المساج ويدلع نفسه على الاخر. ده مش جاي يحط هدايا، ده جاي يتمسج ابن الهبله. في نفس الوقت ده بيكون في عصابه كده بيحضروا نفسهم عشان يعملوا عمليه سطو على المكان. بتبقى اسامي العصابه دي عم الحاج مستعاره الا وهم نعناع وبرقوق ومخرب العيد وعصا الحلوى والصقيع وتنسل وخبز الزنجبيل. مش عارف صراحه ايه اللي جاب خبز الزنجبيل في الليله السوداء دي. انا اسامي غريبه بس معلش مشي حالك معايا. يعني واحد مصاحب على لوكا واشرف كوخه انت فاهم الدنيا. جايسون انت كانوا قاعدين بيتكلموا على ان هم لازم يتصالحوا زي ما بنتهم كانت عايزه، وهو هيتصرف وهيعمل لها كل اللي هي عايزاه. وهم الصحاب قاعدين بيتصالحوا كده بيبدا الهجوم على البيت واللي شغالين فيه. بعد كده بتحاول العيله انها تهرب على المخبأ اللي موجود، وبيلاقوا فجاه كده بالصحاب زعيم العصابه طلع لهم واسمه سكورج او كاره العيد. المهم بيضرب الراجل ده الامن بتاع جردود اللي هي الغنيه الكبيره دي، والرجاله المسلحين بينتشروا في البيت كله، وبيكون سانتا شايف اللي بيحصل ده، وبيحاول بقى سانتا ان هو يستخبى اللي هو غطوني هنا ولا خبوني هنا ولا ودوني في اي حته، لحد لما ابو الصحاب واحد من المسلحين بيجي ونفى امه. بعد كده بيحاول سانتا ان هو يفهمه بص يا ابو الصحاب انا ماليش دعوه بالعيله اللي هنا دي، انا همشي على طول، انا سانتا كلوز بقى لو كل سنه وانت طيب. والله انت ما تعرفش سانتا ابو الصحاب اللي ابو دقن وكرش ده. بيحاول سانتا بقى ان هو زي ما قلت لك يفهمه، بس الراجل بيقول له لا بص انت هتيجي معايا غصب عنك ماشي. فبيشتبكوا بقى الاثنين مع بعض، لو انا مش جاي لا انت جاي تعالى يا ابن. بيخرج شويه ضرب نار كده والغزلان بتاعت سانتا بتخاف وبتطير بسرعه. لو السلام عليكم احنا بقى ايه رايحين ناكل نجيله. سانتا عم الحاج من غيظه بيفضل يضرب في الواد ده وبيخلص عليه حرفيا. بيكون طبعا زعلان قوي ان الغزلان بتاعته طارت وسابته وهو مش عارف هيعمل ايه دلوقتي. اجيب غزلان منين دلوقتي؟ انت عارف الدولار بقى بكام. المهم سانتا بعد كده بيخرج من البيت وكان ماشي خلاص، بس لما بيشوف العيله في وسطهم البنت تروجي الصغيره بتصعب عليه البيت، وبيقرر ان هو يفضل موجود عشان ينقذ العيله دي. جرتود ده بالصحاب بتقول لغيره العيد ان ده في فريق امن كبير جاي قريب وهيطلع ميتين ابوكوا. قالوا عشان لما الفريق ده يجي هخليه يطلع عين ابوكوا واوله بنت يا ابن الكلب. المهم هو بيقول لها بص انا مش هاوي قوي يا مدام يعني عشان تفوتني تفصيله زي دي، انا محضر نفسي كويس، انا بس هنا عشان عارف ان انت معاكي الرقم هيقف في زوري 300 مليون دولار. كنت امك جبتيهم منين؟ المفروض يعني انك هتتبرع بيهم لشركات يجيبوا نفط من الشرق الاوسط. قول لي بقى شركات يجيبوا نفط من الشرق الاوسط. يروحوا بقى يحتلوا في الشرق الاوسط عشان يجيبوا لكم نفط انتوا تمزجوا بيه ميتين ابوكوا. ماشي. المهم اللي هي طبعا طلبت
وسرقت ال 300 مليون دولار دول وحطتهم في الخزنه في الدور التحتاني في البيت. بيروحوا بعد كده بقى هو بقى العصابه عشان يحاولوا يلاقوا طريقه يدخلوا بيها الخزنه دي، بس بعد كده بيشوف الواد اللي سانتا موته بيبقوا مستغربين ومش عارفين ده مات ازاي ده يا عم الحاج يعني. سانتا بعد كده بيدخل البيت تاني وبيحاول بقى ايه احنا لازم نشوف حل في الموضوع ده، لحد ما يلاقي واحد من افراد العصابه وبيفضلوا بقى بالصحاب هما الاثنين يضربوا في بعضيهم، ولكن في الاخر سانتا بيموته. المهم اللاسلكي بتاعت رودي بيعمل كونكت كده بالصحاب المؤاخذه ما تفهمنيش غلط بكونكت دي مع اللاسلكي بتاع الراجل اللي سانتا موته ده، وبيكلم ساعتها ترودي وبيقول لها ان انت من ضمن قائمه الاطفال الصالحين الكويسين اللزاز. طب انا مش معاكم ولا ايه يعني؟ اي نعم انا مش طفل يعني، بس خدوني معاكم يا اسطى هات لي انا عايز نتاشا بالله عليك. ما علينا. المهم بعد كده بيسالها عن المكان اللي هي فيه وبتقول انها في الصاله مع اهلها وفي 2 مسلحين بيراقبوها. بيبقى بقى عم الحاج فاضل 6 من العصابه ولازم سانتا ان هو يموتهم عشان ينقذ العيله. انا مش فاهم ليه سانتا كلوز قلب على جيمس بوند فجاه، بس ما علينا. المهم عم الحاج بعدها بيخرج بيكلم سكورج في اللاسلكي ان هو كان شاف هو افراد العصابه في الكاميرات وعايزين يعرفوا الله هو مين ده عم الحاج. سانتا بقى بالصحاب بيقول له بص انا كده كده لازم انقذ العيله عشان اروح الاقي غزلاني واكمل توصيل الهدايا، مش ناقص ابوكوا ورايا عيله عايزه تتهدى يعني اللي هي تاخد هدايا مش تتهدد. انت فاهم الدنيا. طبعا هم بيبقوا فاكرين اهبل في الاول اللي هو بيقولوا ده زي ما انت فاكر اهبل دلوقتي، بس يعني انت عندك حق. المهم بيروح بعد كده سكورج عشان يسال العيله مين الراجل الاهبل اللي بره اللي انتوا معينينه من الامن بتاعكم ده واعمل فيها سانتا كلوز، ولما مش بيلاقي اجابه بيقول بص خلاص انا هعذب فيكم واحد واحد. وبيمسك ساعتها جايسون وبيكسر صوابعه. كان هيكسر بعد كده حاجه تانية مالناش دعوه بيها، وانا عشان انا القناه دي فاميلي فريندلي فشخله فانا مش هقول الحاجات التانية اللي هي كان هيكسر له انت فاهم الحاجات دي. المهم بنته بقى بعد كده بتقوم عشان تدافع عنه لو كله الا حاجه ابويا معلش في الكلمه. بص انا كلمت سانتا وهيجي دلوقتي وهيطلع ميتين ابوكم كلكم يقطعكم ده انت هتاكلوا ضرب النهارده. وعشان طبعا ابوها يسكتها وما يخليش الزعيم اللهبل ده يأذيها بيقولوا ان سانتا مش حقيقي وان هو امها اللي كانوا بيجيبوا لها الهدايا وبيسيبوها لها. فالبنت بتصدم كده لو صدمه كبيره. سانتا بعد كده بيدخل الاوضه وهو مصاب وبيحاول يلم جروح. بعدها بقى بالصحاب بتكلموا ترودي وبتقول له على ابوها قاله، وهو ساعتها بيقول لها ان ده عادي الناس بيقولوا لعيالهم ان انا مش حقيقي ومش عايزك تكره ابوك وامك، يعني ده برضه مهما كان الاب فهو الاب والام فهي الام، يعني انت فاهم الدنيا ماشيه ازاي. حماده هلال بيلايك. المهم بياكد لها بعد كده ان هو حقيقي. بص يا بنتي هتشوفي دلوقتي هعمل لك شويه افشخانات تتاكدي انها حقيقي. المهم بيحكوا بعد كده سوا عن الهدايا بقى اللي هي طلبتها وهو بياكد لها بقى كل الحاجات اللي هي طلبتها دي وتاكد ساعتها ان هو حقيقي. الله سانتا كلوز حقيقي. طب بالله عليك يا اسطى يعني نتاشا يا اسطى يعني في السكه كده فاهم وانت معدي يعني مش هطلب حاجه كبيره يا نتاشا بلاي ستيشن 5. يا سلام لو انت راجل طيب ونتاشا وبلاي ستيشن 5 مع بعض. يا سانتا يا والله العظيم. او بص يعني ممكن حتتين ذهب نتاشا على بلاي ستيشن 5 حتتين ذهب في الزمن ده الواحد مش عارف هيعمل ايه. المهم بنعرف بعد كده من كلامهم ان سانتا عنده مشكله مع مراته وعشان هو مش بيقدر يحقق كل الاماني ما قدرش يصلح العلاقه بينه وبين مراته. حتى سانتا عنده برضه مشاكل عائليه يا دي النيله. محكمه الاسره ما خلتش اليومين دول. وفي الوقت ده بالصحاب كانت هي تفتح الهدايا اللي جايبينها لامهم لحد لما بتيجي هديه جايسون واللي بتبقى اساسا ازازه ويسكي وجاب كده كان طالب منها طلب معين فيه يعني. وهي لما بتقرا الجواب بيبان عليها انها زعلت ولكن بتداري الاحساس ده. نرجع بعد كده لعمنا سانتا اللي بقى عم الحاج لما بتيجي بتساله اذا كان ليه اب وام ولا لا فبيقول لها ايوه بس ده من زمن بعيد قوي يعني زمانهم دلوقتي ماتوا الله اعلم. ساعتها ابو الصحاب هو كان اسمه نيكوموند الاحمر وكان محارب وغازي وكان بيموت اي حد بالمطرقه بتاعته عشان كان بيدور على الذهب والمجوهرات والجشع خلاه ما شافش قدامه تاني. فساعتها دول بتقول له انت راجل كويس عشان الهدايا اللي انت اديتها لي دي. انت عارف ما كانتش اديتني هدايا كنت راجل 60 في 70 لكن انت راجل كويس عشان اديتني الهدايا وانها بس ما كانتش مجرد هدايا وخلاص. يعني مثلا مره بعت لي انا بهديه فده بقى بالنسبه لي الصديق المقرب وان انت يا سانتا صديقي المقرب وانا واثقه فيك والله العظيم تدري يا بنتي على الثقه دي انا سانتا وهنقذك. المهم من الحاج بعد كده سانتا بيتمسك فين البنت دي فقريه بيكتفوه بيسالوا ساعتها سكويدج واللي معاه انت مين يا عم الحاج يعني فبيقول لهم يعني بالبلدي كده انا سانتا كلوز وبيبقوا طبعا هم مش مصدقين بس الراجل اللاعب يعني مع انه اصلا بيناديهم باسمهم الحقيقيه رغم ان ما حدش نطقها وبيفكرهم كمان بالهدايا اللي هو جابه لهم زمان. فاكر يا ابو الباس احمر انت لما جبت لك بسوسته انت كنت بتمنيه جبته لك انا خلي بالك يعني. المهم بيكون سكويدج اصلا مش بيحب الكريسماس خالص لانه هو صغير عشان ابوه وامه كانوا بيجيبوا له هدايا لحد لما ابوه اتطرد من الشغل وما بقاش معاهم فلوس ان هم يجيبوا له هدايا. يعني انت يا ابني ابوك اتطرد من الشغل بدل ما تروح تساعد ابوك كده تشوف له شغلانه او تشتغل انت تقول لك ما بتجيبوليش هدايا ده انت اساسا. قرر بقى عم الحاج عم سكويدج ده في كريسماس من الكريسماسات يعني عملت كريسماسات دي جمع كريسماس فهو جمع كريسماس واحده كريسماسات. المهم يعني قرر ان هو يسرق بيت من البيوت اللي كان بيبقى فيها هدايا على طول. بس هو لما كان في بيت من البيوت دي صح الجد الكبير لاهل البيت وكان ساعتها نزل على السلم ووقع على جدور رقبته ومات وكل فكروا ان هو اللي موته ومن ساعتها اصبح هو منبوذ وكل بيكرهوه يعني بقى والكلام ده كله. تودي بقى بالصحاب بتقدر انها تطلع عصابه وبترمي عليهم شويه فل كده من فوق على السن هو تلج وكده وبيقدر سانتا بسحره ان هو يخرج من الاوضه اللي هو محبوس فيها دي لبره البيت. المهم بيجي بعد كده الفريق اللي المفروض ان هو هينقذ جيرتورد ولكن بيطلع كوريجي اساسا متفق معاهم على ان هم يسرقوا سوا
لو انا مؤاخذه بقى جرتورد، انا كنت متفق مع الناس دول وهنقلب البيت كلنا يعني، ما تقلقيش. بيكون بعد كده جزء 1000 اساسا هرب فبيموتوه، لو في السكه كده اصلا ملوش لازمه في الفيلم. بيبقى كده بقى عمك سكروج العصابه وبيقول لهم على الراجل اللي هو سانتا الاهبل ده، والمفروض الرجاله يلاقوه ويخلصوا عليه. دلوقتي بقى الصحاب بيروح قائد الفريق واللي اسمه ثورب مع سكروج وباقي العصابه للخزنه، ولما بيفتحوها مش بيلاقوا فيها فلوس. واضح ان احنا اتبقلشنا. سانتا بعد كده بقى الصحاب بيروح يستخبى في مخزن قريب من البيت، وبيحس ان هو مش هيعرف يتصرف، خصوصا لما الفريق التاني ده جه. بس ساعتها عم الحاج تودي بيتكلموا وبتقول له ان هو قوي وقدها وقدوه وعافيه ذوق وصاحب حقوق والحاجات دي كلها، بس ماشي على سانتا كلوز عشان نيك منه هو سانتا بقى فاهم، وسانتا مونيكا وكده. بيشوف بعد كده الصحاب وهو في المخزن مطرقه، فبيقرر يجب ان استرجع ذكريات المد قد لمعت عينا، وانا هجيب المطرقه دي وهنزل على فوق امهم بونك مونكايه. عارف انت البونك اللي هو الكلب ما علينا يعني. المهم الصحاب بيقرر بعد كده ان هو يقتل في الرجال ويطلع بيتين ابوهم. في نفس الوقت كان ثورب وسكورج في البيت وبيحاولوا يعرفوا هي الفلوس راحت فين. هو ابو الصحاب في الوقت ده كان عمال يهدد العيله اساسا، وبتقول لهم ساعتها جرتود يعني ان مؤاخذه في الكلمه سوري يعني، اصل دي مش الخزنه الحقيقيه اصلا. يعني انت لازم تقول لهم ان ما تجيش دي الخزنه الحقيقيه، ما تسيبهم متغفلين يعني، ما هم هيقولوا لك طب احنا تعالنا بقى فتح لنا خزنه حقيقيه، وسمع هو فعلا بيهدوه عشان تديهم المفتاح بتاع الخزنه الاصليه. المهم سانتا بعد كده بيخلص على الفريق كله اللي بره ده بالطريقه القديمه والوحشيه. في البيت ده عم الحاج بيعترف جايسون لما بيلاقوا ان هم بيهددوهم بمراته اللي هي ليندا يعني، وان هو خبى الفلوس عشان ياخدها تاني يوم وبيطلع اساسا ان هو الواد وخبى الفلوس عشان ياخدها تاني يوم ويهرب هو ومراته عشان زهق من العيشه اللي هو فيها دي. وده اللي كان مكتوب في الجواب اساسا اللي امه قريته. عند توري بقى بالصحاب كان في 2 من العصابه عايزين ان هم ياخدوها، ولكن هي بتفضل تعمل فيهم افخاخ كده زي بتاعت فيلم هم لون، بس على اعنف جدا يعني، لحد ما بيجي بعد كده عمك سانتا في الاخر وبيلحقها. طبعا هي بتكون متفاجئه انها شايفاه قدامها كده، يا سانتا كلوز والله العظيم يا. طبعا هي بتكون فرحانه قوي، للاسف هو ما جابش نتاشا، بس هي بتكون فرحانه قوي وبياخدها ساعتها بالحضن وبالاحضان، وبتكون واحده من العصابه لسه ما ماتتش، فبيروح ساعتها وبيديها المطرقه بونك على دماغها. بيروح بقى كده ابو الصحاب بقى عمك جايسون وامه مع العصابه عشان يوريهم الفلوس فين، ولما بيلاقوها ابو الصحاب بيمر بعد كده سكويج ان هو يقتل الرهين اللي في البيت دي كلها. بيبقى في واحد بس من العصابه موجود في الاوضه مع الفا وليندا وبيرت، وكان اساسا لسه هيموتهم، ولكن هم بيتكتروا عليه وبيخلصوا عليه. برضه انت فاهم ان النسوان مش سهله يعني. بيجي بعد كده سانتا ومعاه ترودي وبيديها لامها، اللي خد البت دي زهقت امي اساسا طول الفيلم. بيخرجوا بعد كده كلهم هم معاهم الاسلحه، بيبداوا ان هم يشتبكوا مع العصابه اللي بره دي، وبيقدر سكويج وثورب ان هم يهربوا، فبيروح ساعتها سانتا وراهم. انتوا فاكرين هحاسبكم؟ ده انتوا ضغطتوا، ما اقول لكم انتوا بسطوا الليله اساسا، فانا هطلع 200 ابوكم. ليندا بقى بالصحاب وجايسون بيحاولوا يموتوا واحد من العصابه قوي جدا، وكان بيخنق ليندا اساسا وهيموتها، ولكن والحمد لله بتقدر انها ترشق في رقبته خازوق تلج كده، وبتروح بعد كده تاخد جوزها بالحضن وبتبوسه. مش عارف صراحه ده وقت بوس يعني. طبعا تكون ترودي فرحان قوي ان هم اتصالحوا على بعض يعني، وانا قاعد بعيط هنا عشان سانتا لسه لحد ما جابليش نتاشا. المهم بيوصل بعد كده سانتا لسكويج، وهنا بقى سكويج بيتاكد ان سانتا حقيقي لما بيشوف معاه لوحه سحريه كده مكتوب فيها اسم الشخص والحاجات اللي هو عملها في خلال السنه، وعلى اساس كده بالصحاب بيتحدد بقى اذا كان الشخص ده طيب ولا شرير. بيبدا بعد كده بقى بالصحاب قتال ما بينهم، وكان سانتا طبعا اضعف وكان هيموت، بس بيقدر بعد كده في الاخر ان هو موت سكويج عشان طبعا ده سانتا كلوز يعني لازم ان هو يكسب في الاخر. بيجي بعد كده ثورب وكان هيضرب سانتا بالنار، ولكن بتلحقه جلتود وبتموت ثورب. بتيجي بعد كده بقى باقي العيله، وكان خلاص سانتا بيموت اساسا وبيودع العيله خلاص، وكانت ترودي حزينه جدا عليه، بس هو بيموت خلاص والكل بيبقى متاثر انه يا سانتا بتموت ليه دلوقتي؟ طب انا مين هيجيبني نتاشا يا اسطى؟ لا استنى، هو بيفوت تاني عادي جدا. هو برضه مش عاجبني نتاشا، بس هو بيفوت تاني عادي جدا، ومش بيموت اساسا. بيقول لهم ان ده مفعول السحر بتاع اعياد الميلاد واي هبل في الجبل يعني. المهم بعد كده بيودع العيله خلاص، بعد طبعا لما العيله كلها بتشكره وانا بشكر له، وبيلاقي بعد كده الغزلان بتاعته وصلت، وكان مش طايقهم عشان هم مشوا وسابوه. انا بنت غزلان بتاع 60 في 70، انا المفروض ابيعكم واروح اجيب حمير اصلا. بيودع بعد كده تودي وداعه الاخير، وبيركب عربيه الغزلان وبيطير بيها. وانا من موقعي هذا بالصحاب احب اقول لك ان توتا خلص الحدوته، ولكن من موقعي هذا في رساله مهمه جدا لازم اوصلها لسانتا كلوز، الا وهي بص يا عم سانتا، لو انت السنه دي ما جبتليش نتاشا يعني يا سانتا انت فاهم برضه يعني نفسي في نتاشا كده، نتاشا تيجي وقول لها ما تخليكي كلوز ونجيب سانتا كلوز. انت فاهم انت يا عم سانتا، انت فاهم الدنيا ماشيه ازاي يعني. نتاشا او مكانهم حتتين دهب، ماشي حتتين دهب، مش هقبل بحته واحده. بص خليك عارف كده ان مفيش اعياد ميلاد السنه دي، مفيش كريسماس السنه دي غير لما تجيب لي حاجات دي، مفيش هنزل عارف انت بتاع اللهب اللي بيبقى في
هنزل بتاع لهب كده هطيع كل الجديد ومش هيبقى فيه كريسماس. قالت لي ناتاشا وتوكل على الله. وبس كده يا جدع، توته خلصت الحدوته. وما تنساش تعمل سبسكرايب، لايك، كومنت، شير. بس تعمل فولو على انستجرام. ما تنساش تعمل فولو لكريم اسامه عشان هو اللي منشن الفيديو ده، وتعمل فولو لاحمد ناجد عشان هو كاتب سكريبت ده، وتخش على جوجل ميم زي ميم امي على الفيسبوك يا ابو الصحاب. وما تنساش انك تعمل سبسكرايب للقناه بتاعتي اللي هي حسن فهد، وتعمل سبسكرايب لقناه حدوته مصريه. وبعدها كده فاهم وانت في السكه تروح تعمل سبسكرايب لقناه حدوته جامده. وبعدها برضه وانت في نفس السكه اعمل سبسكرايب لقناه حدوته جيمنج. وانا اسف ان انا تعبتك معايا. وبس كده يا جدع، السلام عليكم.